تروحي تشتري الاندومي تاني من بره وضمان صحه عيالك واعملي لهم في البيت بطريقه سهله وبسيطه مش هتكلفك اي تكلفه. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه وشرفتنا. وانت لسه اول مره تشوفي القناه تشتركي في القناه. هنا بقى معايا ربع كيلو من المكرونه السباكيتي، بس المكرونه بتاعتي كانت سميكه شويه. ومعايا بقى التوابل بتاعتي عباره عن 7 بهارات: فلفل اسمر، ملح، شطه، واحده ماجي وكاري. من كل التوابل دي حطيت ربع معلقه صغيره، ما كترش التوابل قوي. هنا بقى حطيت ميه المكرونه على النار ونزلت بمعلقه صغيره من الملح وحبه من الزيت. هسيبها بقى تغلي. ومهم جدا وهي الميه بعد ما تغلي ان انت تنزلي بالمكرونه سليمه ما تكسرهاش عشان تطلع شبه الاندومي بالظبط. طبعا لو كسرتيها هتبقى شبه المكرونه ام صلصه العاديه اللي احنا بنعملها. طبعا احنا عايزين نطلعها شكل وطعم مختلف عشان تعجب اولادنا وما يشتروش اندومي تاني من بره. هنا بقى بحاول ان انا انزل المكرونه في الميه. انت بصي من على حرفها كده من فوق زي ما انا بعملها وتروحي منزلها الميه تنزل معاكي بكل سهوله. هو الموضوع سهل جدا وبسيط. بس بقى وهي بتتسلق هتروحي جايبه الطاسه على النار عشان نعمل الخلطه الجباره اللي هتقلب المكرونه بتاعتنا العاديه لطعم الاندومي بالظبط. الاول حطيت الطاسه على النار، نزلت بحبه زيت سخنتهم جامد قوي، وبعد كده هنزل بالتوابل. التوابل بتاعتي عباره عن ملح، شطه، فلفل اسمر، واحده ماجي، كاري، وايه تاني، والسبع بهارات. من كل التوابل ديت حطيت ربع معلقه الا الشطه هي اللي زودت فيها. طبعا الشطه والملح حسب الرغبه بس ما كترهمش قوي. لو انت طبعا ما بتحبيش الحاجه تبقى مالحه ما تكتريش الملح، برده ما بتحبيش الحاجه تبقى شطه ما تكتريش الشطه. حمرتهم بقى كويس جدا ورحت نازله عليهم بالمكرونه وهي بتتسلق. انا عندي المكرونه هنا ما كانتش لسه دخلت في السوا ونزلت عليها بالتوابل. ودي اهم نقطه يا ست البنات، اللي انت تنزلي بالتوابل والمكرونه بتتسلق عشان المكرونه بتاعتك تشرب من التوابل كويس ويبقى طعمها زي الاندومي اللي بره بالظبط. طبعا لو المكرونه اتسلقت وبعد كده حطيت عليها التوابل بالعكس مش هتبقى حلوه خالص، مش هتبقى شاربه من التوابل. شايفين بقى شكل المكرونه والصوص؟ مش قادره اوصف لكم كانت ريحتها عامله ازاي. والله كانت ريحتها وطعمها حلو جدا. يعني ديت الوجبه الاساسيه بتاعت يعني ابني وبنتي، لما بيزهقوا من الاكل بروح اعملها لهم عشان هم طبعا بيحبوا الاندومي قوي وانا منعاهم منه يعني وكده. هنا بقى جبت البوله وابتديت ان انا افضل الاندومي بتاعي. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد المكرونه طالعه مكرونتها مفيش مكرونه لازقه ببعض ولا الصوص بقى. وبصي يعني حاجه كده واو بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. هنا بقى حطيت بقى ليمونه، لو انت حابه مثلا تعصري ليمونه. حطيت حبه من الخضره. طبعا ايه كل حاجه حسب الرغبه. انا حطيت حبه من الخضره عشان الشكل وكده. هنا بقى جبت الشوكه وراكم بقى معلقه. شايفين شكل المكرونه عامل ازاي؟ بتلمع وبجد مكرونه مكرونتها مش لازقه ببعض ولا معجنه. بجد حاجه بجد لازم تجربوها، تستاهل التجربه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوه قوي قوي. بلاش تستخدموا المكرونه الرفيعه، خليكم في المكرونه السميكه شويه عشان هي ما تتهريش منكم وتبقى حلوه كده زي ايه زي اللي انا عاملاها. شايفين شكلها؟ بجد وجبه سريعه وخفيفه. انا ذات نفسي لما ببقى زهقانه ومش عايزه مثلا انا اكل من الاكل اللي في البيت بروح قايمه على طول حاطه حبه مكرونه على النار وعامله التوابل وبقى عندي طبق اندومي بطريقه حلوه قوي مميزه وضامنه كمان نظافته وعاملاه في البيت بنفسي. بدل مثلا ما اروح اشتري كيس من بره، لا اشتري كيس مكرونه وخليه في البيت عندك. شايفين بقى الميه بتاعت الاندومي عامله ازاي؟ بجد حلوه جدا.